في مدينة صغيرة في أمريكا بداية الألفينات، ديانا سكوت محامية كفيفة عايشة في شقة بسيطة لكنها منظمة جدا. كل حاجة مترتبة بدقة علشان تقدر تتحرك بسهولة من غير ما تحتاج مساعدة. وبتشتغل في مكتب محاماة معروف. يومها بيبدأ بدري وهي متعودة تعتمد على السمع واللمس في كل تفاصيل حياتها. لكن في ليلة من الليالي وهي راجعة من المكتب متأخرة، الشارع كان ساكت بشكل غريب. فجأة بيظهر شخص مجهول ويهاجمها بعنف ويعتدي عليها. الهجوم بيكون صادم، أصوات خطوات سريعة، نفس تقيل ولمسات عنيفة. وديانا بتحاول بكل قوتها تركز في كل تفصيلة، نبرة الصوت، طريقة اللمس، حتى ريحة الشخص. كل ده بتحطه في دماغها علشان تستخدمه بعدين. بعد أيام قليلة الشرطة بتقبض على شخص اسمه مالكوم هامفريز، راجل عادي ساكن في نفس المنطقة. ديانا بتتعرف عليه وبتشهد ضده في المحكمة بكل ثقة. مالكوم بيصرخ إنه بريء، لكن كلام ديانا بيكون مؤثر جدا وبيخلي المحكمة تصدقها. المدينة كلها بتتابع القضية، وديانا بتتحول لرمز للعدالة رغم إنها كفيفة. لكن مع مرور الوقت تبدأ تلاحظ إن في تفاصيل مش راكبة. إحساس داخلي بيقول لها إن مالكوم مش هو الشخص اللي هاجمها. وفي نفس الوقت بتحس بخطوات في الشارع، أصوات غريبة في البيت، إحساس إن في حد بيراقبها من بعيد. ديانا بتدخل في دوامة خوف وشك، مش عارفة تصدق نفسها ولا تكذبها. هل هي ظلمت مالكوم؟ هل العدالة اللي دفعت عنها كانت مجرد وهم؟ ومع كل يوم بيعدي الإشارات بتزيد والتهديد بيقرب أكتر. هل مالكوم فعلا بريء والمجرم الحقيقي واقف في الظل مستني اللحظة اللي يهاجم فيها تاني؟ ده كان مجرد ملخص سريع عشان تعرفوا فكرة الفيلم Blind Injustice 2005. لو حابين تعرفوا الملخص كامل اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش الاشتراك في قناتكم فيلم 2 كليك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، سلام.